الفيديو ديال اليوم غادي يكون مليء بالاحداث، حيتاش غادي نشوفوا 4 ديال السجناء محكوم عليهم بالاعدام اللي قدروا يهربوا من اخطر سجن في العالم، واللي باقي هاربين حتى لدابا وما لقاوهمش. تبع معايا القصه حتى الاخر، حيتاش غادي نجاوب على جميع الاسئله اللي كيدوروا لك في راسك دابا، وانا متاكد بانك غادي تصدم في الاخر ديال القصه. وجيب لك شي كاس ديال القهوه ولا ديال اتاي ونقولوا بسم الله ونبداو. القصه ديالنا كتبدا في اخطر سجن في العالم، سجن الكاتراز. هاد السجن هذا جا في وسط واحد الجزيره في وسط البحر، السجن الاكثر حراسه في العالم واللي مستحيل يقدر يهرب منه شي واحد، حيتاش هاد السجن هذا اصلا تصمم خصيصا لاخطر السجناء في العالم، حيتاش ما كانوش مجرد سجناء عاديين اللي كانوا كيتميزوا بالذكاء ديالهم، واللي كانت امريكا كتدفع الملايين باش يشبروهم، حيتاش بكل بساطه هاد السجناء ما كيخافوش من الموت. ولكن خصنا نعرفوا علاش تبنى هاد السجن هذا في وسط البحر وشنو هو الهدف ديالو. هنا غادي نعرفوا كاملين حاجه وحده، هي ان اللي غادي يدخل للسجن الكاتراس ما عمره غادي يخرج منه. ومن هنا غادي تبدا القصه ديالنا مع 4 ديال الاشخاص اللي ما كانوش مجرد اشخاص عاديين. هاد الاشخاص رفضوا انهم يكونوا مجرد ارقام في وسط الحبس، وهاد السجناء هادو هما فرانك موريس والاخوان انجيل والين ويست. وهاد الاشخاص اللي قلتهم دابا ما كانوش باغيين يكملوا حياتهم كامله في وسط الحبس اللي كان اخطر بلاصه في العالم، واللي جمع جميع انواع ديال السجناء المجرمين. تخيل معايا بان جميع هاد السجناء المجرمين مجموعين في حبس واحد. المهم هاد 4 ديال السجناء قرروا انهم يديروا واحد الحاجه اللي ما قدروش بزاف ديال السجناء ينجحوا فيها، وهاد الحاجه هي انهم يهربوا من سجن الكاتراس. ولكن كيفاش يقدروا 4 ديال السجناء انهم يهربوا من اكثر سجن فيه حراسه مشدده في العالم، وفين ما درتي غادي تلقى كاميرات ديال المراقبه. والحاجه اللي كتزيد تعقد ليهم هاد الهروب هو البحر اللي كيتعتبر واحد الحاجه مستحيله بانهم يهربوا منه، حيتاش الماء ديال هاد البحر كيتعتبر من ابرد المحيطات في العالم. ولكن كيفاش حتى قدروا يفكروا في هاد الهروب؟ واش يمكن لشي واحد كيفكر عادي انه يقدر يتغلب على واحد من اقوى الانظمه الامنيه في العالم؟ وهادشي هذا هو اللي كيزيد الاثاره والحماس في الحلقه ديال اليوم، حيتاش هادي ماشي غير مجرد قصه ديال الهروب، هادي قصه ديال الذكاء والاراده والصراع ضد المستحيل. والهروب من هاد السجن ما كانش مجرد قرار عادي بالنسبه لهاد السجناء، حيتاش التخطيط في هاد الهروب كان بدا قبل سنوات من التفكير ورسم الخطط باش يهربوا من هاد السجن هذا. والحاجه اللي ساعدتهم باش تنجح ليهم الخطه هو الذكاء، وخلاهم يعرفوا جميع التفاصيل ديالو. وهاد الذكاء ديالهم خلاهم يعرفوا بزاف ديال نقاط الضعف والقوه ديال هاد السجن. كل واحد من هاد السجناء كيتميز بالذكاء ديالو. فرانك موريس اللي كان كيتعتبر هو العقل المدبر، وكان كيتميز بالذكاء ديالو العالي ومعروف عليه بالتحليل. المهم بكل بساطة فين ما حطيتيه غادي يلقى لك الحل، وهذا الذكاء والتحليل ديالو هو اللي خلاه انه يعرف بزاف ديال الثغرات. واما الاخوان جون وكلارنس انجيل كانت عندهم خبرة كبيرة في البحر وفي العومان واي حاجة كتتعلق بالسباحة ولا بالبحر. اما الين ويست كان اختصاصي في المجال ديال الهيكلة والميكانيك، وكانت عنده خبرة كبيرة في هذا المجال، وبقوة ديال الخبرة ديالو في هذا المجال كان كيقدر يصنع اي حاجة بحاجات اللي هما بساط بزاف. المهم الخطة ديالهم كانت فيها 4 ديال المراحل، وكل شخص من هاد السجناء غادي يلعب دور في مرحلة. اول مرحلة كانت هي انهم غادي يحفروا واحد الفتحة في واحد الحيط، وهذاك الحيط كان ورا الزنزانات ديالهم باستخدام ادوات اللي هي بسيطة وبدائية بحال المعالق والمسامر. وهنا كتبان الخدمة ديال الين ويست اللي كان خبير في الهيكلة والميكانيك. اما في المرحلة الثانية كانوا كيخططوا كيفاش غادي يقدروا يتنقلوا داخل السجن بلا ما يشوفهم حتى واحد، وهذا التنقل غادي يكون وسط فتحات ديال التهوية ديال كل زنزانة باش يقدروا يوصلوا لواحد المنطقة جات في الظهر ديال لي شومبغ ديالهم. وهنا غادي نعرفوا العقل المدبر ديال هاد الفكرة هو فرانك موريس اللي كان خبير في التحليل وحل اي مشكلة. وفي المرحلة الثالثة غادي يفكروا كيفاش غادي يقدروا يوصلوا للسطح ديال هداك السجن
باستخدام ديالهم الفتوحات ديال التهوية، وهادشي كامل بلا ما يحس بيهم حتى واحد. واما في المرحلة الرابعة وهي المرحلة اللي كتعتبر صعيبة بزاف عليهم، والصعوبة ديال هاد المرحلة هي انهم كيفاش غادي يهربوا من البحر، حيتاش كيف ما قلنا في الاول بان السجن جا في وسط واحد الجزيرة اللي صعيب يهرب منها شي واحد. وهذا التفكير كان في انهم غادي يصنعوا واحد القارب من الحوايج ديالهم ومن المطاط ومن المقاذف، من الحوايج اللي هما بدائيين بزاف، حيتاش بكل بساطة ما عندهم شي ادوات اللي غادي تعاونهم باش يوصلوا للبر الرئيسي. المهم هاد السجناء بداو الخدمة ديالهم في الظلام والسكات، وجابوا هادوك المعالق اللي سرقوهم من القاعة اللي كياكلوا فيها، وحتى بعض الادوات اللي هما بساطين سرقوهم وداوهم للزنزانات ديالهم باش يعاونوهم في الخدمة ديالهم. وهنا بداو كيحفروا، والحفير ما كان سهل عليهم فهداك الحيط اللي كان مصنوع من الاسمنت الصلب، ولكن الحظ ديالهم كان معاهم هاد المرة، حيتاش اكتشفوا بان الرطوبة والبرودة ديال البحر رشات هداك الحيط، اللي خلى الفكرة ديالهم في الحفير انها تكون ممكنة. وخا كانت العملية ديال الحفير ماشي سهلة عليهم، وخا هكاك بقاو شادين في الامل والطموح ديالهم، والامل ديالهم باش يوصلوا لهاديك الحرية اللي بغاوها خلاتهم انهم ما يرجعوش اللور. وكل ليلة كانوا كيحفروا شوية، وفاش كيجي الصباح كيخبيو جميع الادله فحال اللي ما وقعت حتى شي حاجه. وباش ما يلاحظوش الحراس الغياب ديالهم في الليل، صنعوا مونيكات بالوراق ديال الجرائد والصابون والشعر ديالهم اللي جمعوه من الصالون ديال الحلقه اللي في الحبس. باش تفهموا مزيان، كانوا كيشدوا الورق ديال الجرائد وكيجمعوهم مزيان وكيعجنوا الصابون وكيلصقوه على هذاك الورق وكيلصقوا فيه الشعر ديالهم، وكاملين عارفين باللي مستحيل يقدر واحد اخر يصبر على هاد المشقة كاملة. ولكن كيف ما قلت لكم في الاول، هادو هما اذكى سجناء في العالم، حيتاش الطريقة ديال التفكير ديالهم ماشي فحال كل شي. وفي الليلة 11 يونيو 1962 جات اللحظة اللي كانوا كيستناوها من هادي شحال، واللي كانت هذه هي الفرصة الوحيدة اللي مستحيل غادي تتعاود. خرج فرانك موريس هو الأول، وتبعوه الأخوان أنجيل، وهما يدخلوا في هادوك الفتوحات ديال التهوية والممرات اللي حفروهم باش يخرجوا للور ديال الزنزانات ديالهم. وتماك طلعوا في واحد الممر اللي داروه نيشان كيوصل للسطح ديال الحبس، وقدروا يتفاداو القوات ديال الامن وكاميرات ديال المراقبة. والحاجة الوحيدة اللي كانت كتزيد تضغط عليهم في هاد اللحظة هو العامل ديال الوقت اللي كان ضدهم، حيتاش كل ثانية كتضيع منهم كل ما كيزيد يقرب الوقت باش يبدا التفتيش ديال كل زنزانة. المهم هاد الثلاثة قدروا انهم يهربوا من لي شومبر ديالهم، وقدروا انهم يطلعوا للسطح ديال هذاك الحبس. ولكن فين بقى آلين ويست؟ آلين ويست بقى هو الاخر وراهم، واللي واجه واحد المشكلة كارثية وتعطل بزاف على صحابه. وهاد المشكلة هو انه فاش دخل في الفتحة ديال التهوية ما قدرش يخرج، حيتاش كانت مضيقة عليه بزاف. بغا يخرج ولكن ما قدرش، حيتاش كان محتاج لشي واحد من صحابه باش يعاونوه، ولكن ما قدروش حيتاش الوقت ما غاديش يكفيهم باش يرجعوا عاوتاني. وفي هاد اللحظة غادي يقرروا انهم يمشيو ويخليوه وراهم، وبقوة ديال الخوف ديالهم في كل ثانية قلبهم كيزيد يضرب على الثانية اللي قبل منها. المهم هاد الثلاثة قدروا انهم يهبطوا من السطح ديال هذاك السجن، ونقزوا السياج وجراو قاص ديال البحر. وفاش وصلوا للبحر خرجوا القارب ديالهم اللي كان مصنوع من المطاط ومن الملابس ديالهم، ونفخوه بواحد المضخة ديال الهواء كانوا سرقوها من الورشة ديال السجن. وملي نفخوه بالزربة ركبوا في القارب ديالهم وسط هذاك الظلام والما ديال البحر اللي كان متجمد بالبرد والمواج كتضربهم بكل قوة ديالها. والحاجة اللي عقدت عليهم الأمور في البحر هو أنهم ما كانش عندهم شي مجال باش يغلطوا مع التيارات اللي كانت قوية بزاف وتقدر تقتل أي واحد في 5 دقائق. وحتى هاد اللحظة حتى شي واحد باقي ما ساق ليهم الخبار بأنهم قدروا يهربوا من السجن.
ودابا غادي نرجعو كاملين للسجن. فاش اكتشف الحارس الهروب ديالهم في الصباح ناضت الفوضى في الحبس كامل، والحراس داروا بالجزيرة كاملة وعيطوا للقوات البحرية والهليكوبترات باش يقلبوا على هاد الثلاثة اللي هربوا، ولكن ما لقاو حتى شي اثر ليهم، لا جثث ديالهم ولا قارب ديالهم ولا حتى شي دليل في البحر. والسؤال ديال اليوم غادي يبقى مفتوح ليكم في التعليقات، كل واحد يقول لينا شنو هو الرأي ديالو، واش يقدروا انهم يكونوا غرقوا في البحر او لا انهم قدروا ينجحوا في الخطة ديالهم وبداو حياة جديدة. المهم من بعد 6 شهور على الهروب ديالهم السلطات اعلنت بانهم يقدروا يكونوا ماتوا، ولكن الادله كانت كتقول العكس ديال هذا الشيء، حيتاش الصدمه هو انه من بعد 3 سنين العائله ديال اخوان انجيل جاتهم واحد الرساله، وحتى الشرطه ديال ولايه كاليفورنيا جاتهم واحد الرساله بريديه مجهوله، وجميع هاد الرسائل البريديه كتقول بان هاد السجناء باقين عايشين، وهاد الرسائل كانت بهذا الشكل هذا: لا تقلقوا بشأننا، نحن على ما يرام ونعيش حياة جديدة في بلد آخر، شكرا على مجهوداتكم. واما آلين ويست اللي ما قدرش يهرب مع الاصدقاء ديالو، حقق مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكية، قال لهم بان الخطة ديالهم كانت هو انهم غادي يمشيو عومان لواحد الجزيرة قريبا لسجن الكاتراس، بانهم ملي غادي يوصلوا لهذيك الجزيرة غادي يسرقوا واحد الطوموبيل وغادي يقصدوا الوجهة ديالهم من المكسيك. واش يقدروا يكونوا نجحوا في الخطة ديالهم؟ باقي حتى شي واحد ما عارف حتى لدابا، ولحد الان كتعتبر هاد القصة من اكبر الالغاز في التاريخ ديال الجرائم، وتم الاغلاق ديال سجن الكاتراس من بعد هاد الهروب، وبسبب هاد الهروب السجن ولا منطقة سياحية، والقصة ديال هاد الهروب بقى حية حتى لدابا. وهنا كتسالي القصة ديالنا من الهروب من أخطر سجن في العالم. وإذا كنتي من النوع اللي كيعجبوه في حالة القصص الواقعية، ما تنساش تشترك في القناة باش يوصلك أي حاجة نزلتها في هاد الباج، وخلي معك واحد لايك وكومونتير إلا بغيتي، وتهلاو نتلاقاو في الحلقة الجاية.